السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا فين؟ احنا دلوقتي يا جماعة في الكورنيش بتاع الأقصر. انا كنت رايحة مشوار شغل كده، في مكتبة مصر العامة في الأقصر. بس فكان المشوار وقت الغروب، فقلت والله ما انا مقصر، لازم اصور لكم الجمال والحلاوة والطعامة دي. الجو بجد كان تحفة. وعايزه اقول لكم ان اي حد والله يا جماعه عايز يجي يزور الاقصر يجي دلوقتي ضروري، لان بجد الجو تحفه. طبعا وانا معديه بطريق المكتبه مصر لقيت التمثال بتاع عمو ده، انا مش عارفه ده تمثال ايه، بس يعني قشطه شكله حلو، فقلت لا يعني برضه اصوره لكم. عشان مش عايزه طبعا احرم مشاهديني من حاجه. هنا بقى كنت خلاص، وصلت المكتبه. ف طبعا انا اول مره ادخل اتجول فيها، و... وأول مرة بصراحة أكتشف الحاجات الحلوة والخدمات اللي بتقدمها المكتبة دي. فقلت يعني ليه لأ أشاركها معاكم بقى. المهم، هنا بنبقى داخلين ففي قاعتين أو أكتر، تقريبا كانوا قاعتين. أنا كنت في القاعة اللي على إيديكم اليمين دي، كان الاجتماع بتاعي موجود فيها. ودي اللي هي دي يا جماعة. بصوا، كان معايا طبعا بنوتة جميلة قوي اسمها عزة، اتعرفت عليها قريب. فهي بصراحة كانت دايما بتتردد على المكتبة، فهي اللي كانت بترشدني وبتدلني بقى المكتبة بتقدم ايه وخدمات ايه. فبجد انا بشكرك يا عزة على مجهودك وشرحك الحلو ده. بصوا، هي المكتبة ما شاء الله يعني فيها اكتر من قاعة، مليانين كتب لأي حد عايز يا جماعة يعمل دراسات أو يحضر حاجة أو كده يعني. حاجات ليها علاقة بعلوم القرآن، حاجات ليها علاقة بالاجتماعيات، حاجات ليها علاقة بالأدب. فبصوا ما شاء الله يعني هي ثمينة. يعني أنا في كده حاجات كده أهو، حاجات ليها علاقة بالقوانين والمحاماة والكلام ده. بس ده برضو كان نفس الدور. القاعة التانية اللي أنا بقولكوا عليها، والقاعة دي كان ليها علاقة بالمصريات والحفريات وأي حاجة ليها أو آخرها آت هتلاقوها في القاعة دي. كان بودي ان انا اصور لكم طبعا كل الحاجات بالتفاصيل، بس كان الفيديو هيبقى طويل، فانا قلت ايه، يعني شوق ولا تدوق، احنا نوريكم كده مقتطفات وان انتوا بقى تروحوا بنفسكم وتستمتعوا بالتجربة دي. عايزة اقول لكم انه لو انتوا عندكم اطفال او كده مهم قوي والله يا جماعة تودوهم هناك. خصوصا ان انا عرفت انه في ايفنتات بتبقى موجودة في الصيف. عارفة طبعا ان الصيف بيبقى الجو فيه صعب وكده في الأقصر في الخروج يعني، بس ما شاء الله هي يعني المكتبة مكيفة، فانتوا تقدروا تاخدوا ولادكم وتروحوا تقضوا فيها اليوم يعني. المهم عايزة اقولكم كمان انه المكتبة مش بس بتقتصر على القراية، لا ده فيها يعني قاعة تقريبا فيها كمبيوتر وحاجات كده، فتقدروا ان انتوا برضو تروحوا ت- تستخدموا يعني الحاجات دي. كمان انه عرفت انه فيها كورسات فور فري، بس بتبقى بالتقديم. طبعا هنا كنت طالعه الدور التاني، فقلت لقيت منظر حلو من الشباك، قلت برضو يعني ما احرمكوش من حاجه واصوره لكم. بصوا كده يا جماعه، ده الدور التاني. كان فيه برضو كتب، بس الحاجة يعني اللي بجد ضايقتني ان انا ما لقيتش كتب ليها علاقة بتطوير الشخصية والمهارات الشخصية والحاجات اللي هي الحاجات اللي انا بحب اقرا فيها دي، واللي هي اصلا مجالي يعني. فدي الحاجة الوحيدة اللي انا ضايقتني بصراحة. كمان انه زي ما قلت لكم ان هي بيدوا فيها كورسات فور فري لغات كتير. يعني انا لقيت تقريبا في سيشن بتاع صيني، ومش عارفة كوري وحاجات كده يعني. فانا الموضوع بصراحة استثارني قوي، وحبيت ان انا قلت لا انا ان شاء الله قريب لازم اخد التجربة دي، خصوصا انه اللي بيدربوا اجانب، فالموضوع حلو يعني. بس عايزه اقول لكم برضو انه اليوم ده كان بالنسبه لي يوم مميز وحلو، لان انا بالصدفه وانا مروحه
في واحد كده قابلته اللي هو محمود جوزي. آه، قابلته كده وقلت له لا، لازم تعزمني على ايس كريم. تمام، فلو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يلا باي باي.